مشاهدينا نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خط التماس. حلقة هذا الأسبوع تبقينا بملاعب كرة القدم العربية وليس بعيدا عن ديربي الدار البيضاء المغربية الذي كان معنا في الحلقة الماضية. حلقة اليوم نحط فيها الرحال بتونس ومقارنة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي لنعيش أجواء ديربي أكبر ناديين بالعاصمة، ديربي تعود جذوره لعدة عقود. إذن الترجي الرياضي والنادي الإفريقي على خط التماس اليوم للتعبير عن آراء مشجعي الترجي. معنا من العاصمة التونسية نبيل الرايس، ومن العاصمة التونسية أيضا معنا ممثل آراء جمهور النادي الإفريقي حسان عكريمي. نبيل، حسان، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج خط التماس. فقط مشاهدينا نذكر بأن باب التصويت مفتوح، والاختيار من الأفضل في ديربي تونس التصويت من طبيعة الحال لازال مفتوحا حتى الآن، والنتيجة حتى الآن ترجح كافة فريق الإفريقي ب 63% مقابل 37 لصالح الترجي. ومشاهدينا باب التصويت سيظل مفتوحا حتى إعلان النتيجة النهائية مع نهاية هذه الحلقة. إذا نبيل، حسان، أنتم على خط التماس اليوم، المواجهة بين الترجي والإفريقي. والبداية معك حسان، لماذا تعتبر أن فريق الإفريقي هو الأفضل في ديربي تونس؟ أهلا أستاذ، وشكرا على هذه الاستضافة القيمة. أولا نقدم تحية كبرى إلى شعب النادي الإفريقي في تونس، وإلى فريق النادي الإفريقي الذي نعتبره في تونس هو فريق العاصمي الأول، فريق الثورة وفريق كل الوطن. أعتبر أن النادي الإفريقي هو مجرد مقارنته بفريق الترجي الرياضي بتونس هو مغالطة طبعا للتاريخ، ومغالطة لتاريخ الدربيات في تونس ولتاريخ الكرة في تونس، لأن النادي الإفريقي هو أول فريق حاصل على الشامبيونز ليج في تونس، أول فريق وصل إلى العالمية بحصوله على الأفرو آسيوية في التسعينات، ومر النادي الإفريقي بصعوبات سنأتي عليها طوال الحصة. لذلك يعتبر النادي الإفريقي هو القيدوم من حيث التأسيس ومن حيث ظروف التأسيس ومن حيث التاريخ والدربيات. واسمح لي يا أستاذ في البداية أن أشكر هذه الدعوة التي جاءت في وقتها، لأننا نحتفل بمرور 30 سنة على دربي يعتبره هو دربي النكسة، دربي 5-1 الذي اليوم يحاول فريق الترجي وبكل مسؤوليه وبكل هياكله أن يعيدوا هذا الدربي، دربي النكسة اللي هو 5-1 الذي نحتفل به، ويتزامن مع هذه الدعوة القيمة البرنامج. وشكرا جزيلا. نبيل، الابتسامة عريضة على وجهك. نبيل، فقط فريق الترجي فريق لا يستحق أصلا أن يكون في هذه المقارنة، لا يستحق أن يسمى حتى مشاركته أن تسمى ديربي مع النادي الإفريقي. كما قلت ابتسامة عريضة. لك الكلمة نبيل. أخي علي، مرحبا بك ومرحبا بكل الجماهير العربية وبكل مشاهدي سكاي نيوز، ونحيي جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي موجودة في داخل الوطن العربي الكل وداخل وفي إفريقيا، وجماهير الترجي الرياضي التونسي في تونس. طبعا فريقنا اسمه الترجي الرياضي التونسي، هو لكل التونسيين منذ تأسيسه في 15 جان في 1919. الأخ تحدث عن النادي الإفريقي وكأنه أقدم فريق في تونس، بينما العكس. النادي الإفريقي تأسس في أكتوبر 1920، أي بعد عام و9 أشهر من تأسيس الترجي الرياضي. الترجي الرياضي هو شيخ الأندية التونسية. بالنسبة لهذه بالنسبة لحكاية 5-1، فعلا النادي الإفريقي فاز مرة 5-1، ولكن أن تعود إلى نتائج الفريقين في مقابلات الديربي فلا تجوز المقارنة أصلا. بالنسبة للترجي الرياضي فاز 6 مرات 4 أهداف مقابل 5 مرات 4 أهداف مقابل 0، فاز مرة واحدة 4 مقابل 2. النتائج عريضة، 49 انتصار للترجي في الديربي، بالنسبة للنادي الإفريقي 26 انتصار فقط، 45 مقابلة انتهت بالتعادل. هنا لا تجوز المقارنة أصلا.
حسان لا تجوز المقارنة أصلا، كل الأرقام التي أتيت بها استدل دليلك الوحيد هو أكيد دليلك الوحيد حسان كان نتيجة 5-1. نبيل أتى بأرقام، أتى بنتائج، أتى بتواريخ. نعم هناك أخ علي، أولا أخ علي بالأمانة وهي أخ علي نعم وهي فرصة هامة جدا. ثانية الله يخليك فرصة حسان. هامة لنعود إلى تأسيس النادي الأفريقي. حسان ثانية فقط إلى تاريخ تأسيس. نعم الكلمة لك نبيل باختصار. أخي علي، هناك مقابلة سنة 1994 انتصر فيها الترجي الرياضي ب4 أهداف مقابل 0 وانتهت منذ الدقيقة 70. النادي الإفريقي أراد أن يهرب من المباراة. النادي الإفريقي يعيش على تاريخ أنه هو التفوق النفسي للنادي الإفريقي على الترجي يعتبرونه في نتيجة 5-1. هم هربوا منذ الدقيقة 70 في ديربي 94، هربوا منذ الدقيقة 94 ونحن إلى الآن ننتظر متى نلعب 20 دقيقة المتبقية. نعم الكلمة لك حسان. هو من حق. اولا اريد ان اعود الى تاريخ تاسيس النادي الافريقي، لان النادي الافريقي هو اول جمعيه اسلاميه معترف بها في تونس، ونحن في النادي الافريقي طبعا هناك الهياكل الاداريه التي تسعى الى احياء تاريخ النادي الافريقي الذي تاسس قبل الترجي الرياضي. واقول هذا الكلام أخ حسن عذرا على المقاطعه. نعم. أول فريق تأسس لا لم أقاطعك، أنا لم أقاطعك لم أقاطعك. النادي الأفريقي تأسس لا بهذه الطريقة. أنت لا تريد أن تسمع. خوفك من الحقيقة، هذا خوفك من الحقيقة، هذا خوفك من الحقيقة، هذا خوفك من الحقيقة، هذا خوفك من الحقيقة ومغالطة للتاريخ. النادي الأفريقي تقدم بمطلب للتأسيس سنة 1918 وفرض المستعمر الفرنسي على النادي الافريقي تغيير الالوان الى ان لا تكون الوان العلم الاحمر والابيض وان لا يحمل شعار الوطن. فرفض النادي الافريقي. الترجي الرياضي بتونس وليس التونسي لانه خاص بالعاصمه تاسس سنه 1919 بالوان حمراء وبيضاء، والسيد لويس مونتيسيو هو مؤسس الترجي. السيد لويس مونتيسيو الفرنسي هو مؤسس الترجي. النادي الافريقي كان يرفض ذلك التاسيس. النادي الافريقي لعب برايه بالعلم التونسي على الشعار وعلى مريول يا اخي حسن نحن كنا في سنة في بداية القرن. طيب حسن نبيل ينهي حسن كلامه وبعد ننتقل اليك نبيل. نحن كنا مصرين على اللعب بشعار تونس فوق المريول. نحن تقدمنا بمطلب لكن رفض مطلبنا. والسيد بشير بن وصفة المرحوم هو مؤسس النادي الافريقي. النادي الافريقي الفريق الاسلامي لم يؤسسنا فرنسي الجنسيه. هذه مغالطه للتاريخ والتاريخ سيصححه. هناك الهياكل الرياضيه حسن طيب مسؤولين. طيب حسن هذا في هذه اخي علي لو سمحت. نعم نبيل اخي علي لو سمحت. بالنسبة لهذه المغالطة التي التاريخ أيضا يقول 5 وليس 5. أرجوك سنعود لك الكلمة الآن. هناك 5 في النتائج وليست 5-1، 5-2 و5-1. التاريخ يقول والخمسة تسقط الأربعة وتسقط الثلاثة يا أخي. حسنا الخمسة تسقط الأربعة. الكلام لنبيل. لنعود الكلام لك نبيل. لنتفق في نعم. شكرا أخ علي. لم أقاطعك. لا أقاطعك ولا أريد مقاطعة. تقدم فلا تقاطعوا الآن رجاء حسن. الترجي تقدم بطلب للتأسيس منذ سنة 1917 وكانت كل مرة يرفض المطلب وكانت الحماية الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي إلى أن رجاء الحماية الفرنسية على رأس هذه الجمعيات. وعندما يا أخي تاريخ الترجي يعني القانون الأساسي للترجي كتب تحت الشموع في الليل وذلك والمؤسسون هذه عبارات استعمل الشعر ليس للرياضة يا أخي. تعبوا من أجل نيل هذه الرخصة. وكانت السلطات الفرنسية تريد فرض رئيس للنادي فرنسي وفعلا
ورأسها رئيس فرنسي، رأسها لويس مونتسيو الفرنسي. لماذا تزيف التاريخ؟ رجاء حسان، مسؤولية الترجي يعرفون أنك تزيف الآن التاريخ. الهيئة التأسيسية للنادي هي التي أخذت بزمام الأمور، أدعو جميع المشاهدين إلى الدخول إلى ويكيبيديا ورؤية من هو أول رئيس للترجي وما هو أول علم موضوع لمؤسسة الترجي. محمد الزواوي من المؤسسين، هو من مدينة القيروان. أدعو إلى دخول إلى الويكيبيديا ورؤية من هو مؤسس الترجي الأول. هذه مغالطة. إذا حسان سنة 1919. نبيل حسان ناصر الكناني من الساحل. أرجوكم نبيل حسان، وصلنا إلى نهاية. الكناني من الساحل. نبيل رؤساء الترجي 17 ينتمون لمختلف جهات الجمهورية، ليس أي رئيس. طيب حسان، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا إلى الوقت حسان، سنعود إليك بعد هذا الفاصل القصير. فقط مشاهدينا، النتيجة حتى الآن هي دائما 67 لصالح الإفريقي مقابل 33 أو لفريق الترجي. إذا مشاهدينا نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. النتيجة 37 لصالح الإفريقي، للترجي 63 لصالح الإفريقي، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج خاص تماس. المواجهة اليوم على خط تماس هي بين فريقي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي التونسيين. ومعنا دائما من العاصمة تونس حسان العكريمي، مشجع فريق أو ممثل آراء مشجعي فريق الإفريقي، والرايس نبيل الرايس ممثل مشجعي فريق الترجي. كنا نتحدث نبيل حسان، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الفريقين، تاريخ الفريقين، من يستحق أن يلقب بالأعرق، الفريق الأعرق في الكرة التونسية أو في ديربي تونس. آخر كلمة كانت مع نبيل. كان ممكن أن تواصل حسان الكلام عن نفس الموضوع، الكلمة لك. بالنسبة للنادي الإفريقي، نحن النادي الإفريقي يعتبر في تونس أعرق حتى في التتويجات. لماذا؟ نحن في التأسيس عندنا الدليل أن النادي الإفريقي كان أعرق في التأسيس، وأنه هو من تقدم بمطلب، وأن رفض نظرا لوطنية النادي الإفريقي ولأسباب رفض النادي الإفريقي أن يغير الألوان وشعار الوطن الذي الأحمر والأبيض. بالنسبة للتتويجات، النادي الإفريقي كان القاطرة التي توجت وراءها كل الفرق التونسية، ونحن نستشهد أن النادي الإفريقي الشامبيونز ليج الإفريقي، أنا عارف النادي الإفريقي أول من احتفل به في تونس، وأول من احتفل به النادي الإفريقي يعود بالشامبيونز ليج إلى هذا الوطن سنة 1991 أو سنة وعاد ببطولة الأفرو آسيوية سنة 1992. النادي الإفريقي هو الأول من أدخل هذه الألقاب الثقيلة إلى تونس. النادي الإفريقي بطل المغرب العربي، وبطل شمال إفريقيا، وبطل العرب، وبطل إفريقيا، وبطل الأفرو آسيوية. النادي الإفريقي لقب في التسعينات بأنه بطل نصف العالم. هكذا كانت تكتب الصحافة عن النادي الإفريقي. نحن نقول التاريخ لأنه بالفعل تاريخ البطولات توقف سنة بعدها، وسنأتي على الفترة التي استحوذ فيها رئيس جمعيتهم على الكرة في تونس، وانتهكت حقوق النادي الإفريقي وعديد الجمعيات. لكن قبلها كان النادي الإفريقي هو الرائد. سأركز أنه أول من فاز بالشامبيونز ليج، أول من فاز بالأفرو آسيوية في قلب الرياض بالسعودية، ولم يعد بها مع فريق تايلاندي، فريق البنك التايلاندي. النادي الإفريقي كان يقارع الكبار، فاز بالبطولة العربية على الأهلي المصري ولم يفز بها باحتراز على مازيمبي، أو خسر 5-0 مع مازيمبي. النادي الإفريقي فاز بالكأس العربية في قلب سوسة. نعم، النادي الإفريقي هو العراق وهو التاريخ وهو البطولات. لكن حسان صحيح، فقط بالنسبة للبليل نبيل، صحيح الأرقام هذه كلها أرقام صحيحة. ممكن الإفريقي كان السباق لإحراز هذه الألقاب، لكن ترجي كان القاطرة عنده ألقاب أكثر. الترجي الرياضي التونسي يا أخي، الترجي الرياضي التونسي له 24 بطولة محلية، له 14 كأس محلية، له 3 سوبر كوب محلية، له 2 ألقاب تشامبيونز ليج يعني كأس رابطة أبطال إفريقيا، له كأس الكاف بعد النادي الإفريقي. كل تتويجاتكم بعد النادي الإفريقي. النادي الإفريقي هو الرائد في التتويجات. له بطولتين عربيتين للأندية البطلة بعد النادي الإفريقي. أرجوك النادي الإفريقي كان هو رائد البطولات الإفريقية والعربية. يا أخي علي، الترجي
الترجي الرياضي التونسي وصل للنهائي سنة 1937 بعد النادي الافريقي، وخسر النهائي امام غورماهية الكيني. ليس رابطة الابطال، ليس رابطة الابطال، كأس الكؤوس الافريقية سنة ليس، لا تغالط، وخسر امام ووصل كأس الكؤوس الافريقية النادي البنزرتي من تونس قبله. بعدها سنة 1938 بدأت مع النادي البنزرتي القاطرة في كأس الكؤوس، وفي كأس رابطة الأبطال بدأت مع النادي الأفريقي. لا تاريخ لكم، لا تاريخ لكم بعد النادي البنزرتي في كأس الكؤوس والنادي الأفريقي في رابطة الأبطال. حسن، هذا تزييف للتاريخ. حسن، لا، إنه يزيف التاريخ. أرجوك حسن، نبيل يحاول أن يرد. التاريخ موجود. نبيل يحاول أن يرد على هذه الادعاء بأن الترجي لا تاريخ له. يا أستاذ، الأرقام موجودة، الأرقام وحدها تتكلم، لا تجوز المقارنة. ليسوا هم من وصلوا إلى أول دور نهائي، أول من وصل إلى دور النهائي، ليسوا هم من وصلوا إلى دور أول لكن دور. حسن، فالنادي الأفريقي أول من فاز بالتشامبيونز، حسن بالله عليك، حسن أول من حقق الرباعية، حسن بالله عليك، الكتب. نبيل أول من حصد الرباعية في تونس. نبيل حسن، سؤال بسيط. يلعبون مع فرق وسط. نعم حسن، سؤال بسيط. التاريخ لا يذكر نبيل على الزمالك المصري نبيل هو فريق متوسط؟ هل أن الفوز على الوداد البيضاوي المغربي هو فريق متوسط؟ هل أن الفوز على الوداد أيضا في البطولة على فريق سهل؟ هل الفوز على الاتفاق السعودي فريق سهل؟ هل الفوز على بيترو خسرتم البطولة العربية أمام الهلال السعودي وفزتم بها حينما نظمتوها أمام فريق الصف الثاني. ولكن خسرتم البطولة العربية أرجوكم نبيل لكنكم للأسف نظمتم بطولة عربية بفرق الصف الثاني لتكونوا توجنا البطولة العربية، فزنا بها أمام الأهلي المصري العريق. فريق تونسي أرجوكم نبيل، لأنه ضاعت المعلومة. نبيل إفريقيا إلا مع فريق الأهلي. نبيل حسن، المعلومة ضاعت عن المشاهد. مع فريق الأهلي المصري. هذه جماهير المعلومات تضيع بهذه الطريقة عن المشاهد. حسن، المعلومة بهذه الطريقة، ماذا تقول؟ المعلومة بهذه الطريقة تضيع عن المشاهد. التي يقارنون بها أنفسهم دوري أبطال الرشوة، يقولون عنكم الأهلي المصري ويدعي الرامو. حسن، سؤال بسيط. تتحدثون. حسن، سؤال بسيط. هذا هو دليل الأهلي المصري عليكم. لا أعرف إذا كنت تسمعني، لكن هذا سؤال بسيط. نبيل حسن، سؤال بسيط موجه، سؤال بسيط أوجهه لحسن. تكلمت عن فريق الإفريقي بأنه كان هو السباق لإحراز كل هذه البطولات، لكن سؤال بسيط مني لك. نعم أكيد. التاريخ لا يذكر في سجلاته من أول فريق فاز بلقب، لكن يذكر الفريق الذي فاز بالألقاب الأكثر، وفي هذه الحالة الترجي هو الذي فاز بالألقاب الأكثر. الترجي فاز بالألقاب، وذكرت لك أن النادي الأفريقي حرم من المشاركة في البطولات الإفريقية في تونس. لا، أنت تغالط وتعرف الحقيقة. تعرف أن طيلة 20 سنة لم يكن يحكم في الكرة التونسية إلا سليم شبوب رئيس الترجي. كيف تفوزون ب7 بطولات في 70 سنة؟ كيف تفوزون ب7 بطولات في 70 سنة وتفوزون ماذا عن الجماهير؟ إنها للتاريخ. نبيل سرطان الكرة التونسية استحوذ. هكذا قال عنكم طارق الذياب. لكي يكون الترجي الرياضي في مستوى النادي الأهلي. فزتم ب7 بطولات في 70 سنة، وفزتم ب 18 بطولة في 20 سنة، لأن السرطان كان ينتهي بسد الكرة التونسية. أنت تغالط التاريخ. نبيل أرجوك نبيل. بسيطة لكنه فاز. حسن، ماذا عن الجماهير؟ النادي الافريقي كانوا يحرمونه من المشاركه. اي جمهور؟ هل الجمهور الافريقي ام جمهور الترجي الافضل؟ تحدثنا عن الفريقين، عن اللاعب، عن الالقاب، الان نتحدث عن الجماهير. من الذي يسمى فريق الشعب في تونس؟ كل الدول العربيه تعرف من الذي يسمى فريق الشعب في تونس. طارق التايب اللاعب المعروف واللاعب الهلال السعودي، لم ارى في حياتي جمهورا مثل الجمهور الافريقي. سليم شبوب رئيس الترجي يوما ما قال عنهم أنهم جمهور مناسبات وجمهور مسرح، وأنه كان يدخل المطهرين والحبالة، وكان يقوم بطنبولا ولم يكونوا يأتون بمداخيل. طبعا كفاية أو لم يكن استاد مليان في تونس، لكن جماهير النادي الإفريقي حرمونا من الألقاب 20 سنة، وكلما حرمنا من الألقاب. أنا والله لا أعرف أعيش في تونس وأحمل ألوان النادي الإفريقي وأعلم. هل هو في تونس أو خارج تونس؟
أو يتلقى في معلومات وكأنه رحمة الله على هذا غريب عنا. رحمة الله على هذا المحب الذي دفن في قبر أحمر وأبيض، وفاء للنادي الإفريقي وفاء لألوان النادي الإفريقي. النادي الإفريقي لا يقارن بالجماهير في تونس لأنه شعب، ونحن نرفض كلمة جمهور. طيب اترك الكلمة، اترك الفرصة لنبيل ليرد على تفضيلك أو تصريحك بأن المشجع أو مشجع النادي الإفريقي هو الأفضل. نبيل، لك الكلمة. نبيل. يا أخي علي، نحن في الترجي الرياضي التونسي منذ نشأة هذه يعني الجروب، هذه الفرق للتشجيع، هناك 10 فرق تأسست. هذه مغالطة. النادي الإفريقي هو رائد مجموعة التشجيع. النادي وعود إلى التاريخ. النادي الإفريقي أسس أول مجموعة سنة 95، مجموعة الونارس. مجموعة الونارس جمهور الترجي يتفوق بامتياز على مجموعة الونارس كانت تقدم لكم. سأستشهد لك مجموعة الونارس هي أول جروب إفريقي. النادي الإفريقي له 4 مجموعات، اسأل جمهور الأهلي المصري. 4 المجموعات في تونس. لا نقارن أنفسنا لأنه نحن الرائدون في أفريقيا. وجمهور الأهلي المصري كانوا يأتون هنا إلى ملعب المنزه وتقارن نفسك بالحسان. نحن الرائدون، نحن الرواد، الونارس، الفندالس. هذه مجموعة النادي الافريقي التي تحتل الملاعب طيلة 4 سنة. يا أخي حصلت على فرصة في الكلام. لهم الحضارة أدخلنا لهم حضارة الدخلات لهم وللرجاء وللوداد. طيب النادي الافريقي هو الرائد. طيب رجاء حسان اترك الكلمة. يا أخي علي، اترك الكلمة. هناك فرق عربية عريقة، فريق الرجاء البيضاوي خلال السنوات هذه يصنف جمهوره أنه الخامس عربيا. اسألوا جمهور الرجاء. سامحني تفضل. اسألوا جمهور الرجاء البيضاوي. تفضل نبيل. سامحني تفضل. أسأل جمهور الفريق الرجاء. نحن بعد الثورة صحيح هناك ملاعب شبه معناتها مخفرة من الجمهور لأن هناك لدواعي أمنية ولدواعي أخرى، لكن اسألوا جمهور فريق الأهلي المصري وجمهور الرجاء البيضاوي أين تكونت فرق التشجيع، من أين أتت العقلية الأولترا؟ هي من جمهور الترجي الرياضي التونسي. من ساعدهم في تكوين العقلية والدخلات التي يقوم بها فريق الرجاء يعود فيها الفضل لجمهور الترجي. الدخلات التي يقوم بها جمهور الأهلي يعود فيها الفضل لجمهور الترجي. سنة 95. أعطني تواريخ. أعطني جمعية تتعامل، جمعية في الخارج تتعامل مع النادي الأفريقي. أعطني تواريخ. تتعامل مع جمهور النادي الأفريقي جمعية في الخارج. 1995. أن جمهور النادي الأفريقي هو مرجع. من أدخلنا لكم الحضارة. أنتم تقتاتون من ألبومات. أنتم تقتاتون من ألبومات النادي الافريقي، من ألبومات الونارز والفاندالز والليدرز والدورز. هؤلاء يشكلون هرم نهاية الوقت المخصص للحلقة. نبيل النادي الافريقي. نعم طيب النادي الافريقي أول أعتذر على المقاطعة في تونس. حسان أعتذر على المقاطعة. نبيل أعتذر على المقاطعة. شكرا. ليس هناك وقت. ليس هناك وقت. كلمة أخيرة. كلمة وحيدة. أخ علي كلمة أخيرة. دعوة للنادي الإفريقي للبقاء على خط التماس على غرار عنوان. طيب إذا مشاهدينا فقط شكرا لكم. نبيل حسن شكرا لكم. نهاية الحلقة تذكير بنتيجة نهاية الحلقة. شكرا لكم ما كنتم معنا من العاصمة التونسية تونس. نتيجة الحلقة أو نتيجة النهائية في هذه المناظرة في هذه الموجة على خط التماس 39 للترجي و61 للفريق الإفريقي. إذا الفريق الإفريقي كانت له الأفضلية في مواجهة خط التماس لهذه الحلقة. في حلقة الخميس القادم ننتقل من الملاعب العربية إلى الملاعب الأوروبية، لكن دائما مع أجواء الديربيات. الوجهة هي العاصمة البريطانية لندن، والمقارنة بين ناديين يعتقد كلاهما أنه الأفضل.
إذن أرسنال أم تشيلسي، المواجهة تحسم الخميس القادم على خط التماس. إلى اللقاء.